السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا بقول لكم دلوقتي مرحبا بكم في يوميات ام عبد للطيور المنزلية. طبعا انا بفكركم بالاسم عشان ما تمسكوش على ام عبد للطيور المنزلية. انا طبعا بقول لكم وبفكركم ان القناة زودت كلمة يوميات. طبعا. طيب، دلوقتي انا جاي لي اسئلة كتير، فانا بختار منهم سؤالين زي ما انتوا عايزين، ولازم أن يكونوا السؤالين مهمين في اللي انا بختارهم، علشان خاطر ما حدش يقولك انت بتفوتي حاجه. وانا طبعا بجاوب عليكم في التعليقات وفي الصفحه وعلى القناه. وطبعا انا براجع لكم تاني، لان في ناس ما عندهاش يوتيوب ان هم يدخلوه، فانا براجع معاكم تاني في الفيديو. طيب دلوقتي بيقولوا لي ده ام عبد، هو ممكن الشمس تخلق جنين في البيض؟ اقول لك بتخلق جنين في البيض، ممكن تخلق، ما تكونوش بس ما تكونش الجنين. طيب، بتقول واحده بتقول لي ايه، انا عندي الطيور مثلا فوق وانا تحت، فانا بطلع لهم كل كام يوم، ولادي بيطلعوا الاكل، وكل كام يوم انا بطلع الم البيض. ربنا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لها. فبلاقي البيض لما باجي اكسره بلاقي فيه عروق دم. اقول لك يا حبيبتي، انت بتسيبي البيض كام يوم فوق؟ طبعا الفراخ لما بتيجي ترقد عليه فبتدفيه، فبيخلق جنين. لما بتيجي ترقد تبيض بتدفيه بيخلق جنين. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ انت لو انت مش عايزه ترقدي الفراخ، بتشيلي البيض اول باول، بتشيليه كل يوم، اللي يطلع الاكل يجيب لك البيض اللي فوق. خلاص. طب دلوقتي طب انا اعمل ايه في البيض ده دلوقتي؟ هقولك انت شيلي البيض اول باول، لان الفراخ لما بتيجي ترقد على البيض عشان تبيض فبتدفي البيض فبيخلق جنين، بيعمل عروق دم، لان خلاص هو فيه كوبس ومعاهم دي بتخلق جنين. لان مثلا انت مش عايزه ترقدي، عايزه ترقدي اعزلي البيض لوحده ورقدي فرخه عليه وربنا يكرمك فيه. وعندك في القناه طريقه ان انت لو الفرخه مش عايزه تبيض او البطه او الروميه، عندك في الفيديو ازاي ترقديها في القناه، فيديو في القناه. طيب خلاص كده السؤال ده. السؤال التاني، واحده قالت لي انا زهقت من النمل والحشرات اللي هي الرفيعه السمراء دي اللي حوالين البط اللي راقد. طبعا انا ما بعملش اعلان لاي شركه، عشان تعرفوا انا ولا باخد حاجه ولا ليا في المواويل دي، ولا بتعامل مع اي شركه ان انا انزل لها اعلانات. طيب دلوقتي انا دلوقتي يا جماعه انا جربت الحاجه دي اللي هي لعنه الفراعنه. ده رش جديد جميل جدا، ملوش ريحه يضر اي حاجه. والله العظيم انا كنت برش حوالين الفراخ البيضه ما تاثروا باي حاجه، لان انا عندي سطح مني متبلط فبيطلع نمل كده فبيخش عند الحاجه جوه. فانا جبت الرش ده وجربته، بسم الله ما شاء الله عليه. فلعنه الفراعنه جميله جدا، بتمنع النمل، بتمنع اللصوص، بتمنع الفيش للحاجه اللي راقده. هتقولي لي طيب ارش ازاي؟ انت الحاجه عندك راقده في مكان معين اهي، تعالي حوالين الحاجه دي لحد الحرف العالي من فوق، رشي من الرش ده. بس ما تجيبيش حاجه على البيض احتياطي، ما تجيبيش حاجه على البيض احتياطي. خلاص كده. دلوقتي السوس والحاجات دي بتيجي يا جماعه، احنا قلنا لازم بين الدوره والتانيه او كل فتره والتانيه. لو انت عندك طيور مستديمه عندك، بخرج الطيور بره وبنضف المكان، وباجي في الزغر بتاع الحيطه لان السوس بيركن فيها وتحت الطوب، اشيل ده كله وانضف وارش كلور في الاماكن دي. في الاماكن دي الحاجه بتبقى لابده فيها. امنع الحاجات دي كلها ان شاء الله كل شهر مره، مش هتلاقي حاجات من دي خالص عندك، ولا نمل ولا الحاجات دي كلها. محتاجين نظافه. البطه رقدت طلعت، بشيل العش بتاعها ده كله، بشيله واعبيه في كيس وارميه، وانضف المكان وارش حبه كلور. خلاص انتهى الدور على كده. لو ايدك موجوده اول باول في الحاجه مش هتربي اي حشرات. خلاص. طبعا في واحده بتقول لي طب قولي لنا على المفاجاه يا ام عبده، عماله تزن عليا، هي زنانه وهي عارفه نفسها. المفاجأة دي يا جماعة جميلة جدا 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 جدا، ومش
متعلقه بحاجه. ده انا فرحتي بتفعيل القناه، انا عايزه اكرم الناس كلها، وعايزه اقول للناس كلها ان انا الحمد لله ربنا اداني، والحاجه دي هتقول عليكم. فالمفاجاه دي مش هقولها الا لما ان شاء الله ربنا يسهل الحال والقناه بتتفعل. انا مش رابطه دي بدي، بس انا رابطه الفرحه بدي. فانا دلوقتي المفاجاه دي جميله جدا جدا، هتفيد ناس كتير وهتنفع ناس كتير. وانا وانتوا زي ما انا قلت لكم على ربنا، واللي فيها لله ربنا بيقف معانا، وان شاء الله ما بتغرقش. طبعا ما تنسوش بالاشتراك والتعليق وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناه يوميات ام عبده للطيور المنزليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.